بونجور، كيفكن اليوم؟ اليوم حبيت أحكي عن الموضوع الأمني بلبنان. بيطلعوا على التلفزيونات بيقولك الوضع الأمني بلبنان مستتب وقعد تخافوا وتعوا يا سياح وتعوا يا عالم وما بعرف شو. عن أي وضع أمني عم تحكيني؟ هلأ بظرف 5 أيام مصايب وكوارث صايرة بلبنان. مبلشة بالقرن السودا، قاتلين 2 كرمال مي وأراضي وما بعرف شو، وبعد مش معروف مين. كمان من يومين طفلة لين بعكار مغتصبة لدرجة الموت وماتت بالمستشفى، بعد لهلأ مش معروف مين مغتصبها ومين قتلها. امبارح عم نسمع قصة بنت ببريلياس رايحة تشرج خط تليفونها من محل التليفون، بدها ترجع على البيت ما لقت سيارة، طلعت بتوك توك. سائق التوك توك كمان بياخدها على مطرح مش معروف وين، مجهول، بيغتصبها بيفتعل فيها، وبتضل يومين بعيدة عن أهلها لاتصلوا بالترك وعرفوا قصتها وحكت اللي صار معها، وبيقولوا انه توارى عن الأنظار وراح صوب المصنع، هرب صوب المصنع. كمان مشكل بالبرج البراجنة، بعد صاحب موتير واثنين بيقولوا لك فلسطينية قوصوا على بعض، قوصوا على صاحب الموتير وصاحب الموتير قوص عليهم كرمال سرقة كابلات وكهرباء وما بعرف شو. اليوم هلا عم نسمع استاذ مدرسة مقوسينه بالجامع وميت. هلا 5 6 أيام 6 جرايم، كل يوم جريمة وكل يوم قصة وكل يوم مشكل. هذا من عدا بيقولوا لك ملفات السرقة والتشليح اللي عم بتصير بالليل للناس وللعالم. طب وينكن رايحين بعد يا لبنانية؟ عشو ساكتين؟ إذا الزعيم تبعكن أو المسؤول أو السياسي أو مش طالع من إيده شي، مش من طالع من أمره شي، بايع البلد وبايع الوطن باللي فيه، انتو وين؟ انتو وين؟ هلأ مبلشي هيك. كل العالم اللي عم تحضر سياسي وبتتابع سياسي بيقول لك رايح لبنان على انفجار اجتماعي، عم بيحذروا، وخصوصا هلا بهالصيفية انفجار اجتماعي، ومبلشت بوادرها هالجمعة، كل يوم قصة وكل يوم جريمة. وينكم بعدكم رايحين؟ ليش بعدكم ساكتين؟ لما بتنزلوا على الطرقات بتسكروا الطرقات وبتعملوا حد لهاي المواضيع؟ ليه؟ لازم تطالب الأمم المتحدة إنه هي تستلم الوضع الأمني بلبنان. مش هي بدها تجيب المليونين نص سوري تحطن عنا بلبنان فوق الفلسطينيين نص مليون؟ نحن ما بقى يحمل بلدنا. بعدين ما تأخذني بصير جريمة قتل بدقوا للدرك بيقول للدرك ما معي بنزين اجي شوف الجريمة. هاي بلد عم تحكي لي؟ هاي بلد؟ هذا بلد اي امن؟ اي امن بتقلي امن؟ وين في امن؟ ما عادش حدا يسترجي يطلع من بيته بعد الساعة 6 7. تشليح وسرقة واغتصابات. خلص بقى حلوا الموضوع بقى السياسي ورجعوا هالغربية عبلادهم. لبنان ما بقى يحمل وضع انفجار اجتماعي مش طبيعي، والله يسترنا من الأعظم.